السلام عليكم. أنا دلوقتي في الدور الثالث في متحف أكروبوليس أو متحف أكروبول في أثينا عاصمة اليونان، وده الفيديو الرابع للمتحف. وأرجو أن يكون عجبكم الفيديوهات اللي قبل كده، وأرجو ما تنسوش تشتركوا في قناتي هنا على اليوتيوب، أو على الفيديوهات دي بحطها على قناتي على التيك توك. تعملوا فولو هناك لمحسن جلال الدين كلمة واحدة. وأرجو أن انتوا تكون عجبتكم الفيديوهات، وأرجو أن انتوا تكونوا فعلتوا جرس التنبيهات وعملتوا اللايكات والتعليقات على الفيديوهات. طبعا شيروهم عشان ناس صحابكم يشوفوهم، وتنتشر الفيديوهات. نشوف في ايه هنا في الدور الثالث. بعد كده انا عندي الدور اللي هو البدروم او البيزمنت، اللي هو فيه زي معرض تقريبا. حاول اعمل او اسجل الدور التالت ده كله في فيديو واحد. وشكله ده الجزء ده كبير، في تماثيل ضخمة اهي. في الأحجار دي أحجار متحف، أو الأحجار دي من معبد من المعابد اللي في الأكروبوليس على فكرة، اللي هو البارثينيون تقريبا. طبعا من هنا شايفين أكروبوليس برضه. المنظر بتاعه حلو جدا من هنا، احنا أقرب له. ده الأكروبوليس هناك أهو. دي كلها أعتقد الأجزاء دي كانت أحجار في المعابد دي. فعلا المتحف ده يستحق الزيارة. أنا بقول أنا أول مرة، رغم إن أنا جيت أثينا كذا مرة، بس أول مرة أزور المتحف ده، أو فعلا ما كنتش عندي معلومة إن في متحف قدام المعبد. I'm plus no flashes as well. Yes, Okay. yes, But Mr. yeah, Be but careful. no, I'm Not calling you. no, Thank you. I'm very far from it. Yeah. Thank you. هي بتقول لي خلي بالك من العصايه بتاعت السيلفي ستيك دي، ان انت ما تقربش من التماثيل. فقلت لها انا بعيد، يعني هي على فكره بيني وبينهم بتاع مترين وشويه، لكن برضه هي واجبه انها تقول لي ما قالتليش ممنوع التصوير، ما قالتليش خدش فيديو، ما قالتليش ما تتكلمش. لكن يعني بذوق قالت لي يا استاذ يا ريت يعني خليك حريص ما تقربش من التماثيل دي او الحجاره دي.
فقلت لها أنا بعيد عنهم بمسافة، وكمان ما بصورش بالفلاش. الأوتيل ده كبير جدا فعلا، عاملين حاجة على دورين تحت وفوق في معظم الأجزاء. هحاول أتحرك بسرعة شوية. فبقول اللي يجي للأوكبريس يعمل حسابه يزور المتحف ده كمان، مش المعابد بس، لأنها فعلا تستاهل وتستحق الزيارة. Questa è la sala delle cuore arcaiche, le finestre che fanno portare la luce dentro. أعتقد كده أنا لفيت لفة كاملة هنا. الأجزاء دي كنت عندها بس كنتش جبت الجزء الفوقاني. الحاجات الإغريقية كلها فيها حكاية الحصان اللي راسه بني آدم، فدي أعتقد حاجة في التراث الإغريقي. أنا مش هصور تحت، في أطفال دخلوا كتير جدا، ومود أطفال في شكلها مدرسة. L'unica أظن مش مسموح بتصوير الأطفال. كده هشوف إذا كنت في أي جزء عديته. ده الجزء اللي جيت منه. هل في حاجة في النص أنا ما عملتهاش؟ خليني أروح أشوفها. لا، هو ده المدخل من هنا الناحيتين، سواء المدخل من هنا أو هنا. وفي فيلم هنا بيعرض قصة معبد بارنسيون، والجزء الدور ده كله عن البارنسيون اللي هو ده. The Parthenon continues to dominate the modern city. As an understanding of the same, the Greek state is carrying طبعا دي حاجة حلوة جدا إن يبقى في فيلم قاعة سينما بتشرح للناس المعبد وتاريخه وإنشائه وتطوره. especially the sun in the exhibition of Parthenon sculpture. الحاجات دي تتنفذ في البلاد العربية أو في مصر يعني بالتحديد. أنا مش عارف الفيلم مدته قد إيه تقريبا، لكن هي فكرة حلوة جدا. في حمامات هنا، وكده أبقى نهيت الجزء ده. نسأل الأخت دي تاني. Hi again. How long is the movie? Do you know? It's 2 seconds. It's a minute. 2 minutes. Sorry, It's all right. Sorry. 2 minutes. That's 2 all. minutes. Yeah. Okay. All right. Thank you. It's Small one. Okay. Thanks a lot. no long. Thank you. قالت لي إن الفيلم مدته حوالي دقيقتين، اللي بيشرح تاريخ معبد بارنسيون. فدي حاجة حلوة جدا. طبعا أنا شفته كان بيتكلم بالإنجليزي، ما أعرفش بيتكلم بلغة تانية ولا لا. المهم، أرجو إن يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة ومشاهدة الفيديوهات دي برضو على تيك توك، وتفعيل جرس التنبيهات واللايكات والشيرات والتعليقات. وإلى فيديوهات تانية إن شاء الله في اليونان وغير اليونان كمان. السلام عليكم.